بعض المسائل القلوب بدل ما نتابعوا في الخطبة الثانية ما نساوش بنتنا آية وقاعد الحساب الجاري مفتوح في الشركة التونسية للبنك، ونعاون ولا يقدر وربي إن شاء الله ينفق عليكم جميعا. كذلك جمعية الإرادة اللي هي جمعية معتنية ب يعني أبنائنا من ذوي الاحتياجات الخصوصية، عندها برنامج إن شاء الله باش تاخذ حافلة وقاعدة تلف شوية فلوس. نجموا تتصلوا بالأخ فرج المبروك يعني من بلادنا اللي يخدم في السياسات، تعاونوه، هو مسؤول عن الجمعية هذه، ونعاونوا اللي نجموا لأنه يحبوا يشتريوا كار باش ينجموا يلموا الوليدات ويجيبوهم ويقريوهم إلى غير ذلك. كذلك فما فكرة إن شاء الله حول انطلاقا من الأسبوع القادم نصف نهار وربع في الجامعة هنا، نولي نعملوا دريس في شكل حوار، نكون موجود معاكم نصف نهار وربع، اللي يحب يتفضل ويسأل ونجاوبوا على أسئلتنا الدينية. نبداو من نصف نهار وربع نعملوا دريس في شكل حواري، إن شاء الله نعمل تجربة وإن شاء الله تنال اللغة وتنجح إن شاء الله العام الجاي إن شاء الله، يعني بالنسبة للجمعة الجاية بحول الله. الحمد لله الذي أنزل خير كتبه وأرسل إلينا أفضل رسله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله وخليله وخيرته من خلقه، فصلوات الله وسلامه على سيد الخلق أجمعين، وعلى أزواجه أمهات المؤمنين، وعلى آل بيته الطاهرين الطيبين، وعلى أصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما. قسما بنور المصطفى وجماله لم يخلق الرحمن مثل صفاته، المسك والكافور من عرق النبي، والورد والياسمين من وجناته. يا عاشقين المصطفى وجماله صلوا عليه فتسعدوا بصلاته. عيسى المسيح رآه في إنجيله، كذا الكريم رآه في توراته. يا عاشقين المصطفى وجماله صلوا عليه فتسعدوا بصلاته. أما بعد، أيها المشتاقون لسيد الوجود عليه الصلاة والسلام، معناه الشك في فضائل الصلاة على سيد النبي، واحنا في غمرة الاحتفالات هذه نكثروا أكثر ما يمكن من الصلاة على سيد الوجود عليه الصلاة والسلام. واسمعوا القصة. روي عن سفيان الثوري رضي الله عنه أنه قال: رأيت رجلا في البادية. سيدنا سفيان الثوري من الصالحين قال: رأيت راجل في البادية يمشي كل قدم يهزها وكل رجل يعني كل خطوة يعملها إلا ويصلي على النبي عليه الصلاة والسلام. مشيت له قلت له: يا فلان، خليت التسبيح وخليت التهليل وأقبلت بالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، عندك شيء شنو الشيء دفعك لهذا أن كل خطوة تعملها بالصلاة والسلام على سيدنا النبي؟ قالوا: شكونك أنت ساعة؟ شكونك أنت ساعة حتى نجاوب؟ قال سفيان الثوري: قالوا: لولا أنك غريب في أهل زمانك ما كشفت عن حالي ولا أطلعتك على سري. يعرف سيدنا يعني سفيان الثوري والقيمة بتاعه. ثم قالوا: باش نحكي لك القصة بتاعي. قالوا: خرجت أنا والوالد بتاعي ماشيين الحج لبيت الله الحرام، كنا في بعض البلايص، الوالد بتاعي مرض، جيت نعالج فيه والي حمد يعني نحاول باش نشوفه، ربما نشوف ان نجمش ننظر لكنه مات. وقت اللي مات حشاك مسود الوجه بتاعه. قال: جبت لي زار وغطيت البابا وخليته على الشكل هذاك. قال: غلبني النعاس، رقدت واني حيران علاش بابا مازال كيف متوفى ووجهه اسود حشاكم. قال: انا رقدت وجاني في المنام راجل ما ريتش اجمل منه وجه ولا انظف منه ثوب ولا اطيب منه ريح، يرفع قدم ويضع قدم حتى دنا من يهز رجيله ويقدم رجيله حتى وصل من والدي، كشف الوجه الثوب يعني هز الغطا يعني عرى على وجه ابوه، فهذا يكون في المنام. قال: عدى ايده على الوجه بتاع بابا، ثم يعني عاد مشى على روحه، تعلقت بالثوب بتاعه وقلت له: من انت يرحمك الله؟ لقد من الله بك على والدي في دار الغربه. قالوا: شكونك انت؟ وشو الشيء اللي عملته مع بابا؟ قالوا: اما تعرفني؟ انا محمد بن عبد الله، انا صاحب القران، اما ان والدك كان مسرفا على نفسه، كان ولد ابوك يعني يعمل برشا ذنوب ومعاصي، ولكنه كان يكثر الصلاه عليه، فلما نزل به ما نزل استغاث به، فانا غياث من اكثر الصلاه عليه. قال: فانتبهت من نومي فكشفت عن وجه ابي فاذا وجه ابي ابيض. اللهم صل على سيدنا محمد صلاه تهدي بها قلوبنا وتبين بها وجوهنا يوم تسود الوجوه. مدوا ايديكم وابدأوا بالصلاة والسلام على أفضل رسول. اللهم أكرمتنا بالغيث النافع فزدنا على قدر طاقتنا. اللهم أنزلت علينا القرآن فهديتنا بهدايته فنور به قلوبنا.
محمد يا رب، واعرض عليه صلاتنا وسلامنا في هذه الساعة المباركة. نحن على يقين من أن الحبيب المصطفى حيا يعرف من صلى عليه ويعرفنا بأسمائنا وأسماء أمهاتنا وآبائنا. يا رب نعرض عليه صلاتنا وسلامنا في هذه الساعة المباركة يا رب العالمين. وارض اللهم عن أصحاب الأطهار من المهاجرين والأنصار ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، واجمعنا يا ربنا على حوض الحبيب المصطفى، وثبت في قلوبنا قول لا إله إلا الله محمد رسول الله، والحمد لله رب العالمين.